أيها الحفل الكريم متابعون الكرام، أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة بالسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من أرضية ميدان سيح الظباء لسباقات الهجن العربية الأصيلة في صباحية هذا اليوم 27 من 4 لعام 2024 على هذه الشارة المقدمة من رجل الأعمال عبد الله بن حارب الدرعي، له جزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما يبديه من اهتمام وتشجيع وموروث في هذه الرياضة العربية الأصيلة. إذن على بركة الله وتوفيقا انطلق الشوط الأول، شوط السيف، شوط الكيف، شوط التحديات. نذهب مع المركز الأول ونحاول نتعرف على المركز الأول الشاهرية علي بن حمد بن سلطان الهديوي، بينما المركز الثاني الدوحة ياسر بن علي الهديوي، المركز الثالث القدوم من بحور مايد بن محمد الهديوي. هذه الثلاث المراكز الأولى المتقدمة، ولكن السيطرة والقيادة والريادة مع الشاهينية علي بن حمد الهديوي هو من سيطر بهذا السيطرة، بهذا الأداء، بهذه الانفراد. لكن الدوحة من الجانب الآخر ياسر بن علي الهديوي أيضا عنده كلام آخر وتحديات أخرى ثنائية جميلة مميزة بالمركز الأول والمركز الثاني. الله الله الله، لكن الدوحة غيرت زمام الأمور وانطلقت بالمركز الأول، بالتحدي الأول، بالأداء الأول، بالانفرادة الأولى. تابع يلي بتتابع، راقب يلي بتراقب. السيف مع المركز الأول، والانطلاقة الأولى راحت بالسيف، راحت بالانتصار. الدوحة ياسر بن علي الهديوي راحت بالانتصار مع المركز الأول. الله 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 الله، مع هذا الأداء المثير، هذه التحديات المثيرة مع المركز الأول. السيف بانتظارك يا مالك الدوحة ياسر بن علي الهديوي، مشكور يا أبو علي، مشكور على هذا الأداء الجميل. هذه التحديات، ابقى السيف في أرضية ميدان سيح الظباء. هذا التحدي، هذه الإثارة، هذا التميز مع المركز الأول مع شوط العمالقة. إذن الدوحة ياسر بن علي الهديوي تحياتنا والناموس والفوز والانتصار مع هذا التحدي المثير. المركز الثاني مع علي بن حمد الهديوي، والمركز الثالث مع مايد بن محمد الهديوي. تهانينا والناموس، والتوقيت دقيقة 2 و94 قسم من الثانية. تهاني والناموس المالك الدوحة ياسر بن علي الهديوي على هذا الفوز المستحق والانتصار.